السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله نصيبكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم فخذ محمر في الكوشه بطريقة سهلة وبنينة. ما تحمريه غير اللي عزيز عليك. الا راكي حابة تكتشفي الوصفة كيف حمرت هذا الفخذ اللي راهو يشهي وجا معسل، تبعيني للاخير تكتشفي الوصفة. فضلا وليس امرا ديروا لنا هذاك اللايك باش الوصفة يشاهدها كثير من المشاهدين، ونقول لك تبعيني. اول حاجه نديروها نجيبوا الفخذ تاعنا. يكون عندك فخذ ولا كتف ولا يكون عندك مرسوات، واش تسحقي ديري تجيبي الثوم وتجي هنايا ديري فتوحات بالموس هكا، تفتحيه بالموس وين كاين اللحم باش نشكو الثوم تاعنا. كي نديروا له الثوم في قلبه يعطي له بنه على بنه، هو يحب الثوم. دوكا نكمل بهذه الطريقه، ندير له الثوم من الجهه هذه ودوك نقلبو، ندير له من الجهه الاخرى عليك. دوكا نجيو نوجدوا الخليط اللي نديروه للفخذ تاعنا باش يجينا بنين. نجيبوا لا مايونيز، نديروا له هنايا مايونيز، نجي ندير له شويه موتارد، نزيد ندير شويه زيت، ما نديرش بزاف، هو راه رايح يطلق اليدام تاعو. شوفي واش نزيد ندير. حصرت فتحت حبه قارص، نجي نحصر حبه قارص، ندير يدي باش العظم ما يطيحش لداخل. هاوليك. دركا نجيو اللي زيبيس، واش نديروا له؟ نديروا له فلفل الكحل، نزيد ندير له شويه قزبر يعطي له واحد البنه. هذا القزبر ما شاء الله. نزيد له شويه كمون، نزيد له بابريكا الحمار العكري يعطي له تحميره شابه. نزيد ندير له الثوم، هاي ليك، ونزيد ندير له الملح نملحو له وهو يحب الملح. فخذ محمر ولا الكتف المحمر يحب الملح. دركا نجي نخلط هذا الخليط مليح، نخلط كامل المكونات اللي درتها. وتقدري الا ما عندكش القارص وحبيتي ديري البديل، تقدري ديري صويا صوص وتجيك ما شاء الله. شوفي انا عندي هايلك، عندي صويا صوص، بصح حبيت نوري لك بالقارص باسهل طريقه ويجيك الفخذ تاعك ما شاء الله. دوكا نجيبوا الفخذ تاعنا ونبداو نديروا له في هذيك الخلطه، نديروها له كامل من كلتا الجوانب، من القدام ومن اللوري. شوفي لازم يتشرب كامل هذيك الخلطه اللي درتيها له. بسم الله.
نجيب السنيوه اللي تدخل للفوق اللي نحط الفخذ تاعنا يطيب فيها. قطعت هنايا 2 حبات بصل، نجي نفرشهم من التحت. ديري البصل يعطيه واحد البنه ما شاء الله، ما عندي ما نقول لك. ايا دوكا كي فرشت البصل واش ندير؟ نجيب الفخذ تاعي نحطو هنايا، نزيد نجيب حبه طوماطيش، شوفي نقسمها على 4 ونحطها، تزيد تعطيلو بنه على بنه. شوفي هذاك البول اللي درت فيه هذاك الخليط، درت له الماء، تشوفي خلطته ونجي نحط له هنايا الماء. دوكا نجيب بابي كويسون، ورقه طبخ، نجي نغطي الخبز تاعي كما راهو يظهر لك، نغطيه مليح. نزيد نجيب بابي الومنيوم، نزيد نغطيه، لازم ما يدخل والو، هو ما يتنفسش، نغموه باش يعطينا البنه البنينه هكا. وما ديريش هكا باسكو هذه باش تدخل في الرايه تاع الكوشه. ديري لنا غطيه مليح وندخلوه يطيب في الكوشه. انا راني مسخنه الكوشه عندها واحد 4 ساعه. كي بديت نفيلمي بديت شعلت الكوشه ودرتها تسخن. كي تبداي تخدمي اشعلي الكوشه تاعك تسخن على اعلى درجه الحراره هكا. دخلي الفخذ تاعك يطيب في الكوشه. شوفي مده الطهي سا ديبون، كاين الفخذ اللي يجي طري، الا كان عندك خروف ثني ولا كان عندك رباعي، معناتها يبطى باش يطيب. هو اقل طياب تاعو باش يطيب لك زبده ساعتين، كاين اللي يلحق حتى 3 سوايع. دوكاتي نديو الفخذ تاعنا يطيب، نوصيك من الوقت للوقت. طلع عليه مثلا دوكا كي يفوت عليه نص ساعه وهو في الكوشه، طلع عليه الا ستي نقص منه الماء زيدي له الماء. شوفي انا باش راني رايحه نرافقو، جبت هذيك البطاطا الصغيره غسلتها بحبل اللي يكون نقي، نحيت لها كامل التراب، نحطها تغلي، ندير لها شويه ملح باش تجيني بنينه. وكل وحده ترافقوا باش تحب. كاين اللي يحب يقلي البطاطا، انا حبيت ندير هاد البطاطا الصغيره صغيره بصح عندها بنه واعره. نجيب طنجره ندير فيها 2 كيلات نتاع الماء، بسم الله. 1 2، معظمكم راهم فهموا واش انا حندير. نزيد نجيب كيلة نتاع الروز اللي كنت شللته وخليته نشف، نزيد ندير فوقه الملح، نملح له الروز تاعنا باش ما يطيبش صامت، ونخلطه. دوكا غير يرفد الغليه يولي يغلي نقصلو ونخليه يطيب في عقله حتى يولي يبانوا لك هذوك الثقاب. فما طفيلو معناتها الرز تاعك راهو طاب، راهو خضا الكميه الكافيه نتاع الماء اللي يطيب فيها. القاعده تقول كيلة رز ب2 كيلات ماء. دوكا نغطيه ونخليه يطيب في عقله. هاو الرز تاعنا كي طاب نشوف منه وشوفوا لي راهو بدا يدير في الثقوب. بهذا الوقت انا نطفيه. بسم الله. نجيو للبطاطا تاعنا نشوفوا هاي طابت. كيف تعرفي البطاطا تاعك طابت؟ تجيبي موس تشكيه الا تدخل بكل سهوله معناتها البطاطا تاعك طابت. دوكا نطفيها ونديها نقطعها. نجيب 3 حبات تاع البصل. واش ندير لهم؟ نجي نقطعهم هكا ونعمل كما تكوني رايحه تقطعي البصل والطوماطيش. تجي تقطعي كامل هذا 3 حبات بصل
بهذه الطريقه. شوفي هاي لك، راهو بين راهو يظهر لك هكا. دوكا نكمل نقطعهم كامل. نجيب الطنجره حطيتها تسخن، حطيت فيها الزيت، درت الزيت شويه بزياده. علاه شوفي هذاك البصل اللي قطعته راني حابه نقليه، وكي تقطعيه روحي فتحيه. راني حابه كي تقلالي شرائح. نجي دوكا نحط البصل تاعي يتقلى، راني حابه نحمرو، راني نحوس على هذيك التحميره الشابه. دوكا كي ديري البصل تاعك ينقلى، واش ديري؟ ما ديريلوش النار قويه، ديري النار متوسطه باش ياخذ لك هذيك التحميره الشابه وما ينحرقلكش. وهو ينقلى مني داك روحي خلطيه باش يتحمر كامل من الفوق والفوقاني والتحتاني، ماشي غير التحتاني يتحمر والفوقاني يقعد اخضر كيما راكي تشوفي، حتى ياخذ لك هذاك اللون الذهبي. وشوفي من الجهه اللي ملي كوش راني دايره، راني رايحه نعجن خبز الدار. الوصفه راهي محطوطه في القناه وحطيته فوق الفرن، خاطر راني شاعله الكوشه نحمر في الفخذ وميم طون راني نطيب في البصل عفوا يسمى كاينه السخانه يخمر لي الخبز بالخف. راكي تشوفي كيفاه ضاعف ليه. هنا شوفي واش درت، جبت شويه لوز وجبت شويه زبيب. نجي نفخ هذاك اللوز في الماء السخون، نديرو الماء السخون باش نقشرو، ونجي نفرغ الماء السخون على الزبيب نستحقو يطرالي. ولو طون تاع اللي شوفي راني درت الزبيب ينتفخ واللوز ينتفخ، دوك القشره تاعو بالخف تتنحى، غير ينتفخ تنحلو القشره تاعو، تجوزي نتيا تقشريه وتشليه من هذيك الكحوليه، ومن بعد نوري لك واش نستحق ندير به. شوفي البصل تاعنا كي بدا يتحمر وياخذ هذاك اللون الذهبي، انا راني حابه نحمرو فونسي كما يقولوا حامق اكثر من هذا الشيء. نقعد شوفي نحرك فيه بهذه الطريقه باش يتحمر لي كامل من كلتا الجوانب حتى نحصل على النتيجه اللي راني نحوس عليها. شوفي النتيجه اللي راني نحوس عليها، راني نحوسو يتحمر مليح مليح كما يتحمر البصل تاع طبق الكشري نتاع اخواننا المصريين. الكشري يجي بنين بالبزاف، والبنه اللي تخلي الحاجه اللي تخليه يجي بنين انهم يحمروا له هكا البصل. انا في هذا الوقت واش ندير له شويه ملح باش ما يجينيش صامت كي نحطه في الروز تاعي، خاطر انا راني رايحه نحطه في الروز ونحيه. هاو البصل تاعي كي نحيته حطيته في تبسي، درت فيه بابي ابسوربون باش يشرب منه الزيت. ماذا بيا كي نحطه في الروز تاعي ما يطلقليش الزيت، ماذا بيا انني نحوس على هذيك القرماشه. وانت يجيب لك ربي راهو محروق، هو ما راهوش محروق، راهو محمر ما شاء الله. شوفي انا واش راني نحوس، تسمعي حوس على هذه التقربيعه هذه التقرميشه. دوكاتي نجي نحمر اللوز اللي كنت املته في نفس الطنجره اللي حمرت فيها البصل. نجي نحط اللوز نديرو يتحمر، تقدري تقولي نقليه كيما قليت البصل، ونقعد نخلط فيه حتى يتحمر لي من كامل لي كوتي. شوفي كتحمر لي اللوز واخذ هذاك اللون الذهبي. في هذا الوقت انا واش ندير، نحيه نزيد. ونوصيكم ما تنسوش الفخذ اللي درتوه يتحمر في الكوشه ساعه كل نص ساعه طلي عليه. الا صتيه نشف من الماء زيدي له الماء. اللهم اني بلغت، الا حرقتيه انت نسيتيه. دركا راني حابه نشوي الفلفل في الارفراير. نجي نحط الفلفل تاعي، عندي واحده حمراء وعندي 3 خضور، نجيبهم نشعل الارفراير. نجيب نطلعوا على الفلفل تاعنا. شوف او يظهر لك
الفلفل الاخضر تشوى نحيه، والحمراء مازال ما تشواتش، نخليها الحمراء زيد تتشوى. الا انتبهتوا ممكن تحطوا فوق الفرنو الاخضر بالخف يتشوى، بصح الاحمر يبطل. هاو الفلفل تاعنا بعد ما تشوى حطيتوه في ساشي باش يعرق. وشوفي كي تشويه في الاير فراير يتنقى لك بكل سهوله، وينقص عليك التعب اللي تحطيه فوق الفرنو وتبداي تشوي فيه. دوكا نجي نقي كامل هذا الفلفل تاعي باش نديرو شلاضه. بالنسبه للبطاطا اللي غليتها، جبت مقله حطيت فيها شويه زيت، حطيت فيها البطاطا، درت لها شويه ملح شويه فلفل كحل ثوم، ونجي نصوتيها بهذا الشكل. وتجي هذه البطاطا روعه ما شاء الله. دوكا في الاخير بعد ما صوتات البطاطا تاعنا شوفوا لي كيفاه تحمرت، واش ندير؟ نجيب لها المعدنوس، نقطع لها المعدنوس من الفوق، يزيد يعطيها واحد البنه روعه. طريقه سهله انك تطيبي في دارك، طريقه بنينه سهله. دوكا نجي نطفيه. وهاو الخبز تاعنا كيخمر، ودرت له البيض، دهنته بالبيض. نجي ندير له السراره، نجي نشكله. واللي راهي حابه تعرف الوصفه نتاع الخبز اللي راني دايراته، تدخل للقناه تصيب خبز الدار. انا نزينه بهذه الطريقه كيما راكي تشوفي، ندخلو هذاك في الكوشه على 180 درجه الحراره. وهذا الخبز يجي روعه، في كل محضر لازم يحضر. دركا نجيو للروز تاعنا. جبت الروز تاعي، شوفي كيفاه طاب مفركت. كي تشوفي كي ديري هذيك الطريقه نتاع كيله بزوج كيلات. واش ندير له؟ شوفي واش ندير له. نجيب له الزبيب اللي كنت نفخته في الماء، نتفخ نحطه له، نزيد نجيب له اللوز اللي حمرته ما شاء الله، وتجي فيه واحد البنه وواحد القرميشه. ونزيد نجيب له البصل اللي حمرته، شوفي كي تسمعي في التقربيعه. نجي نحطه له، ونجي نخلطه، ويجي ما شاء الله روعه. شوفي انا نخلط وهي القرميشه تتقرمش. نكمل نخلط كامل الرز تاعي، ومن بعد نوريهولك في صحن التقديم. هاو الخبز تاعنا كيتحمر الله يبارك ما شاء الله. خرجته دوكا سخون من الكوشه، وشوفوا لي كيفاه تفك اللحم العظم، وشوفوا لي كيفاه طاب زبده. بصح خدا معايا 3 سوايع باش طاب هكا. دوك نوريهولك في صحن التقديم. هاو الفخذ محمر في الكوشه الله يبارك جا ما شاء الله. ووريت لك الطريقه السهله والبنينه. صوتيت معاه البطاطا، راكي تشوفي راهي تبان لك تجي بنينه وما شاء الله. درنا هذاك الرز ديريه يجي روعه ما شاء الله. عجبنا الخبز، خبز الدار كيما راكي تشوفي. الوصفه راهي موجوده في القناه، وشوفي كيفاه يجي خفيف، انتي تعبزيه وهو يعاود يولي كي تشوفي ومازالو سخون. وشوفي من الداخل كيفاه يجي قطني. هذاك الفلفل اللي شويته في الاير فراير قطعته، درت له الثوم، زيت، ملح، خل، وشبحته بالزيتون. واش نقول لك، نتمنى انك تجربي الوصفه، تقدميها لناسك وحبابك ولعائلتك بهذه الطريقه البنينه. الا كانت عجبتك الوصفه تقسميها مع ناسك وحبابك. ما تنسايش ديري لنا هذاك اللايك تشجيعا الى القناه. ونقول لك الى وصفه اخرى ان شاء الله. شوفي لي جمال، شوفي لي والبنه ما نحكي لكش. والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.